خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي الساعة 4:05 الفجر. انا قلت قبل ما انام اصلي الفجر بإذن الله وادردش معاكم شوية. عايز اتكلم معاكم في موضوع، هو انت ليه بعيد عن الصلاة؟ وانت ليه بعيد عن ربنا؟ واكيد 100,000 واحد كلمكم في الموضوع ده، بس انا عايز اكلمكم بشكل سلس وشكل بسيط وان شاء الله نلاقي حل. انت ليه بعيد عن الصلاة؟ طب هل في حاجة بتعطلك عن الصلاة؟ يعني في حاجة دلوقتي بتعطلك عن الصلاة؟ ما هو الصلاة هو عمود الدين، والصلاة واجب وفرض علينا. الصلاة ما بيعطلش، ده بل بالعكس بيزود في حياتك اليومية، بيزود في رزقك، لان انت بتأدي واجباتك اللي مطلوبة منك. وكمان يعني الصلاة جميل وبيريح البال وبيريح النفس وبيفضل وبيخليك اليوم كله انت مطمن من جواك، انت هادي من جواك. ما هو بص، احنا مش عايزين نضحك على بعض. ما هو الدنيا دي احنا جيناها اختبار وامتحان، صح كده؟ وجيناها للعبادة، واول حاجة فيها في العبادة الصلاة والذكر، صح كده؟ يعني ذكر ربنا والصلاة. وانت عارف ان انت لما بتخش لجنة امتحان لازم تكون قبلها مذاكر وفاهم المنهج، صح كده؟ وبتخش تمتحن، لا اما بتنجح في المادة لا اما بتفشل فيها وبتسقط فيها وبتعيد السنة. هي بقى الصلاة عاملة زي امتحانات اللي انت بتدرسها في المدرسة او في الجامعة. فلو انت ما ايقنتش فيها وما ذاكرتهاش مش هتعرف تفلح، مش هتعرف تعدي اللي جاي. عشان ما نضحكش على بعضينا ونكون صراحة، ربنا كمان يعني ربنا مش عايز منك حاجة. ربنا مش عايز منك حاجة غير اللي هو يشوفك صالح. شفت ربك عايز يشوفك صالح والله. هل ربنا كلفك فوق طاقتك؟ لا طبعا، ما كلفكش فوق طاقتك. ربنا عمل لك حاجة وهي الصلاة عشان تجتهد فيها، عشان تنجح في الدنيا والآخرة. يعني مش تنجح في الآخرة بس، لا، تنجح في الدنيا والآخرة. بمعنى انك لما بتصلي بتلاقي بركة في حياتك وبتلاقي رزق في حياتك في الدنيا، غير ما كده انت بتاخد حسنات الصلاة، بتاخد ثواب الصلاة، اللي الثواب ده بيترتب عليه بركة ورزق وراحة في الدنيا، وبيتشلك يوم القيامة، بيتشلك في الخزنة بتاعتك يوم القيامة، وبيتشلك في قبرك. ما أول حاجة انت لما تنزل القبر بيتحاسب عليها هي الصلاة، أول حاجة بتسأل عليها الصلاة. وكمان بيقولك إن صلحت صلح بقى عملك، وإن فسدت بقى عملك. يعني أبسطها لك كده بالبلدي، يعني الصلاة لما انت بتصلي وبتعمل اللي عليك تمام كده وتحاسب في قبرك وطلع الإجابة اللي انت حلتها في الصلاة وعملتها تمام، بتلاقي القبر بتاعك روضة من رياض الجنة. ويقول لك يعني بيوسع القبر مد بصرك. يعني انت لو انت واقف مثلا في حتة كده صحراء وشايف مثلا يعني شجرة على بعد بتاع 5000 متر او 5 كيلو او 10 كيلو، بتلاقي كل ده حجم القبر بتاعك طول وعرض. لكن لو انت ما صليتش ومت وانت ما بتقضيش فرضك وصلاتك، هتتسأل على الصلاة في القبر، وساعتها القبر بيضيق عليك وبيكون مظلم. انا والله مش عايز اخوفك، وهدفي في الفيديو ده اللي انا والله ما اخوفكش، بس اللي بيحبك في الله هو اللي هيكلمك عن ربنا وهيكلمك بصدق.
صح ولا لأ؟ يعني اللي بيحبك هيكلمك عن صدق. حاول تمرن نفسك بالصلاة. يعني مثلا يوم النهارده تصلي الظهر. لو انت مثلا سمعت الظهر دي، تمام كده، وحاول تمرن نفسك بالصلاة، حاول نفسك على الصلاة. وعايز اوصل لكم طريقة المعنى اللي هو ايه، اللي انت يعني ما تجيش بكرة تقول لا انا هبدأ من بكرة، وما تجيش تسمع الصلاة تقول لا يا عم وتكسل وبتاع وتقول ايه لا يا عم بكرة. ما حدش ضامن عمره. انت ضامن هتعيش لحد بكرة؟ طب ما تصلي دلوقتي احسن ما تلاقي نفسك تاني يوم وربنا يطول في عمر كل الناس يا رب بتتفرج عليا ويصلح حالهم يا رب ويتغيروا للافضل، ما تلاقيش نفسك تاني يوم بيتصلى عليك. صح ولا لا؟ ما تحاولش تحط نفسك في خانة انت مش حابب تحط نفسك فيها. وقال هي انك يعني تفضل متكاسل على الصلاة وما بتصليش، وتلاقي نفسك في مكان مظلم متعب تفضل فيه لحد ما يوم القيامة تقوم. طب ليه؟ احنا في غنى عن الكلام ده كله. ما انت لسه دلوقتي عايش في الدنيا صح كده، ولسه بتتنفس صح كده، وبتشوفني دلوقتي صح. ليه ما تبداش حتى لو بركعتين توبة تتغير فيهم او تغير فيهم حياتك بنيك كده اللي ايه يا رب انا هبدا من دلوقتي حتى لو مفيش وقت صلاه دلوقتي او ركعتين توبة. هو برضو انت بتتغير. والله اهو الصلاة ده هو الطريق الوحيد للنجاة في كل حاجة. الصلاة هي اللي تلاقي الوحيدة، هي اللي بتبعدك عن حاجات كتير وحشة في حياتك. لو انت مثلا شاب ومراهق، او لو انت كبير مثلا وبتاع ومراهق، تمام كده، مراهق بمعنى اللي انت ايه يعني ايه دماغك هوائية بقى فاهم، ويعني ودماغك فاضية مش مشغولة. فبالتالي لما تخش عليك الصلاة انت هتبتدي لو في الوقت ده هتعمل ذنب مش هتعمله، تخش تصلي، وبعد الصلاة هتستحرم اللي انت تعمل الذنب ده، هتقول ما حرام ما انا لسه مصلي دلوقتي وكده مش هينفع اعمل ذنب او مش هينفع، وهكذا. تفضل تمرن نفسك في الحتة دي لحد ما ساعتها ربنا هيكرمك او هيكرمك، وتحاول تبعد عن المعاصي والذنوب تدريجيا. كل حاجة بتيجي بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى، ثم التغيير من جواك. صح كده؟ ما ربنا بيقولك لا يغير قوم حتى يغيرون من انفسهم. يعني لازم انت تتغير عشان ربنا يغيرك، لازم ربنا يشوف منك الخطوة دي. ما ربنا بيقولك من تقرب لي شبرا تقربت له دراعا او ذراعا، ومن تقرب لي ذراعا تقربت له باعا. فبص اللي عايز ربنا في حياته بيروح له، وربنا قال لك اني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. ربنا موجود معانا، ربنا مطلع على كل حاجة وشايف كل حاجة. فانت انو من جواك اللي انت عايز تتغير، انو من جواك اللي انت تقول لربنا يا رب انا مش عاجبني حالي كده، انا عايز اكون يعني في افضل الاحوال واحسن الاحوال. والله انا بكلمكم كده مش اللي انا شيخ وبتاع لا ده انا كنت فاهم، كنت شخص وحش، ويعني وربنا كرمني بقيت واحدة واحدة وصليت والتزمت واحدة واحدة. كنت شخص يعني والله لو انا صليت مثلا 3 ايام اللي هو ايه مش كاملين، يعني يوم مثلا ظهر وعصر، يوم مثلا مغرب بس، يوم عشاء بس، ابقى بص برنس في نفسي لحد ما في حاجة كده جت وغيرتني. وهي اللي انا تعبت فترة، تعبت تعب شديد، وساعتها قبل ما اتعب التعب ده صليت 8 شهور، واول مرة في حياتي اصلي 8 شهور. تتخيل ساعتها كان في الوقت ده عندي مثلا 27 سنة. تتخيل انت طول عمرك كله ما بتصليش غير يوم ولا يومين، وجيت فاهم يعني في سن 27 سنة ولا حاجة صليت 8 شهور فقطعت خالص. بعد ما قطعت انتكست يعتبر، دخلت فترة الجواز، تعبت قوي، تعبت اللي هو جالي تعب في معدتي صعب وحاجة كده غريبة، يعني كنت ببلع ريق بالعافية وعندي توتر وحاجة بص، وكان عندي ألم في معدتي وألم وكتمة في زوري يعني وتعبت جامد. فوالدتي قالت لي
صلي دلوقتي. شفت انا كنت بفرفر وبموت، قلت لي صلي دلوقتي وصليت، ومن ساعتها الحمد لله التزمت في الصلاة. يعني بص ما بسيبش صلاة بفضل من ربنا سبحانه وتعالى. واحدة واحدة والحياة بتمشي، واحدة واحدة ربنا بيكرمك. كنت يوم في الجامع وشغل كامل، شوية الورد التحية، صلاة على النبي بقى، واستغفار والحوكة، لا 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 اله الا الله والحوكة لا اله الا الله وكده. وهتلاقي فيه بركة وتدر. وقبل ما اختم الفيديو انا افتكرت ايتين، الايتين دول فيهم معادلة الحياة، وهما: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لك ابعد عن الصلاة والذكر، هيحس طول عمره باكتئاب، ويحس اللي في حاجة في صدره وجعاه، هيحس بخنقة في صدره، وهيحس ان هو مش مرتاح في الحياة. والآية التانية بتقول: ومن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يعني اللي هيمشي في طريقي وفي الصلاة وفي الذكر ويمشي في طريق ربنا، ربنا يفضل معاه ويوصله للطريق الصح. فهي المعادلة بسيطة يا جماعة. احنا ليه بقى بنتكاسل واحنا ليه بنستهون؟ عايزين كده ناخد ايدينا بايدين بعضينا عشان نخش الجنة بإذن الله. ويبقى انا كده خلصت الفيديو بتاعي. واللي مشترك معايا في القناة ياريت يكتب كومنت كويس ويعمل مشاركة للفيديو عشان خاطر يوصل لكل الناس، عشان خاطر الدال على الخير كفاعله. يعني ما تعرفش انت تخش الجنة بأي عمل او بأي حسنة. ممكن مشاركتك لفيديو زي كده بنتكلم فيه عن ربنا وبنبسط الامور للناس، وبناخد برضو ايدينا بايدين وبناخد ايدينا بايدين بعضينا، ده ممكن يدخلنا الجنة او ممكن يدخل الجنة. واللي اول مرة يشترك واللي اول مرة يتابعني، يا ريتك دلوقتي تشترك في القناة وتكتب كومنت جميل وتدوس لايك عشان خاطر الفيديو ده يوصل للناس وكلنا نستفاد بالاجر. ونكبر بقى العيلة. يعني نفسي بقى فاهم نكبر الصحبة بقى على القناة ونتكلم دايما في الخير. ويبقى انا كده خلصت الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.